هنكمل بقى مع بعض شغل العروسة. فهنشتغل مع بعض دلوقتي الشعر. هشتغل باللون البني. هعمل في الأول دايرة سحرية. هشتغل جوه الدايرة دي 8 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هقفل الدايرة. هشتغل السطر التاني، عندي سطر تزايد. بس قبل ما هشتغل التزايد هقفل السطر الأول بمنزلقة وارتفع بسلسلة للسطر التاني. وزي ما قلتلك السطر التاني هشتغله سطر تزايد، هدخل فوق كل غرزة واعمل غرزتين حشو. خلصت كده السطر التاني هقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو. هرتفع بقى دلوقتي بسلسلة للسطر التالت، وهشتغل السطر التالت سطر أول غرزة فيه يعني حشو، والغرزة اللي بعدها تزايد، بس هشتغله في الحلقة الخلفية. تمام. هشتغل كل السطر التالت في الحلقة الخلفية، غرزة حشو اللي بعدها تزايد. هكرر بقى كده لنهاية السطر. زي ما قلتلك هشتغل في الحلقة الخلفية. تمام. عشان ينتهي معايا السطر التالت ب24 غرزة. بعد كده هقفل خلصت كده السطر التالت وهقفله بمنزلقة. وزي ما قلتلك انتهى معايا ب24 غرزة. بعد كده هرتفع ب25 سلسلة. هنبدأ بقى نشتغل دلوقتي الخصر. فهرتفع ب25 سلسلة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 سلسلة. تمام. هفوت سلسلة وهدخل في السلسلة التانية. من أول السلسلة التانية هعمل 8 غرز منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما عملت 8 غرز منزلقة هشتغل بعد كده 16 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 غرزة حشو. تمام، كده يعتبر انا خلصت اول خصلة. هدخل بعد كده في الخصلة اللي عليها الدور او في الغرزة اللي عليها الدور وهقفل بمنزلقة وارتفع بقى دلوقتي 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد كده هفوت سلسلة وهعمل 10 غرز حشو ورا بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده انا خلصت ال10 غرز حشو، وكده خلصت الخصلة التانية. هنزل هنا في الغرزة اللي عليها الدور وهقفل بمنزلقة. تمام، وهشتغل دلوقتي من اول الخصلة التالتة لحد ما اوصل للخصلة السادسة بنفس الطريقة اللي هي هرتفع ب11 سلسلة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهفوت اول سلسلة زي ما عملت في الخصلة التانية بالظبط. هشتغل 10 غرز حشو. 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، كده خلاص خلصت الخصلة التانية. زي ما قلتلك هكرر بقى نفس التكرار اللي عملته من أول الغرزة التانية لحد ما أوصل للغرزة أو للخصلة السادسة بنفس الطريقة، اللي هو برتفع ب11 سلسلة وبفوت سلسلة واشتغل 10 غرز حشو. ولما أخلص ال10 غرز حشو هنزل في الغرزة اللي عليها الدور وهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. تمام، دلوقتي بقى هنبدأ مع بعض الخصلة السابعة. الخصلة السابعة هشتغلها زي ما اشتغلت الخصلة الأولى بالظبط، اللي هو اشتغلت 25 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 سلسلة. فوتت أول سلسلة وهدخل من تاني سلسلة هعمل غرزة منزلقة. هعمل 8 غرز منزلقة. أنا كده عملت أول واحدة، دي التانية. 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 منزلقة هشتغل 16 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تمام، كده خلصت ال16 غرزة حشو. هنزل هنا في الغرزة اللي عليها الدور وهعمل غرزة منزلقة. بعد كده هنشتغل مع بعض دلوقتي الخصلة التامنة. هرتفع ب35 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 سلسلة. هفوت أول سلسلة وبعد كده هشتغل من تاني سلسلة 20 غرزة منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 غرزة منزلقة. تمام. بعد كده هشتغل على باقي السلاسل اللي باقيين عندي، هما هيبقوا 14 غرزة. هشتغل فوق كل سلسلة فيهم غرزة حشو عشان يبقى مجموعهم 14 غرزة حشو. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 غرزة زي ما قلت. تمام. هعمل بقى الخصلة التاسعة والعشرة بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها الخصلة التامنة. تمام. فأنا هدخل كده في الغرزة اللي عليها الدور وأقفل بغرزة منزلقة وارتفع بال35 سلسلة. هفوت سلسلة واشتغل على 20 سلسلة، هشتغل عليهم 20 غرزة منزلقة، وبعد كده ال14 سلسلة هشتغل عليهم 14 غرزة حشو. هشتغل كده في الخصلة التاسعة والعشرة وهرجعلك في الخصلة ال11 إن شاء الله. خلصت كده الخصلة العشرة وهشتغل بقى معاكم دلوقتي من أول الخصلة ال11 لحد ما أوصل للخصلة ال21. هتبقى بنفس العدد السلاسل اللي احنا هنشتغلها وبنفس عدد الغرز برضو اللي احنا هنشتغلها. تمام. فأول حاجة هرتفع دلوقتي بقى، هنشتغل مع بعض الخصلة ال11. هرتفع أول حاجة ب19 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 سلسلة. بعد ال19 سلسلة هفوت أول سلسلة عندي وأدخل في الغرزة اللي بعدها. هعمل أول غرزة بس منزلقة، بعد كده هشتغل 17 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 غرزة حشو. تمام. بعد كده زي ما احنا متعودين بعد ما بنخلص الخصلة بندخل في الغرزة اللي بعدها وبنعمل منزلقة عشان نرجع نشتغل الخصلة اللي عليها الدور
اكمل بقى زي ما قلت لك لحد ما اوصل للخصله ال21. هشتغل 19 سلسله، فوت سلسله وادخل في السلسله التانية اعمل منزلقه، وبعد كده هكمل على ال17 سلسله 17 غرزه حشو. تمام، هكمل بقى كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وارجع لكم في اول الخصله ال22. تمام، خلص وارجع لكم. تمام كده وصلت للخصله ال21 زي ما قلت لك. وقفلت دلوقتي بمنزلقه في الغرزه اللي عليها الدور. بعد كده هرتفع، هنبدأ بقى مع بعض يعني دلوقتي الخصلة ال22، فهرتفع ب35 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 سلسلة. دلوقتي أنا هكرر نفس اللي أنا عملته في ال3 خصلات اللي احنا اشتغلناهم من أول الخصلة التامنة لحد ما خلصت الخصلة ال10، اللي هم ابتدوا ب20 غرزة منزلقة وبعد كده 14 غرزة حشو. فأنا هشتغل من أول الخصلة اللي احنا شغالين فيها اللي هي ال22 لحد ما أخلص اللي هما الخصلتين الباقيين، اللي هو هيبقى مجموع الخصلات عندي 24 خصلة. تمام، فأنا هخلص الخصلة ال22 وهعمل ال23 وال24 بنفس الطريقة اللي عملنا بيهم الخصلات من أول الخصلة التامنة لحد ال10. وبعد كده هفصل بقى الخيط عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده. تمام، فعشان بس ما اطولش عليك الفيديو، معلش ارجعي للخصلة التامنة لحد الخصلة ال10 وشوفي انا عملنا فيها ايه وتكملي بنفس الطريقة. تمام. تمام كده خلاص خلصت ال24 خصلة. تمام، وده كده شكل الشعر معايا، وفصلت كده دلوقتي الخيط. هنيجي هنا برضو كان في سطر احنا اشتغلنا فيه اللي هو السطر التالت، اشتغلنا فيه في الحلقة الخلفية. دلوقتي بقى هنرجع نشتغل في الحلقة الأمامية بتاعته. فهدخل كده بالإبرة وأجيب الخيط عندي، وهرتفع بقى دلوقتي ب23 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 سلسلة. تمام، هفوت أول سلسلة وهدخل من السلسلة التانية هعمل 10 غرز منزلقة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ال10 منزلقة هيتبقى معايا 12 غرزة، هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة.
تمام. وبعد كده هقفل السطر في الغرزة اللي بعدها بغرزة منزلقة، انا بدخل في الحلقة اللي هي الأمامية. تمام. هقفل كده بمنزلقة، وهرتفع دلوقتي ب11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. ال11 دول هفوت منهم سلسلة، وبعد كده هدخل في السلسلة اللي بعدها واعمل غرز حشو. هشتغل 10 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. انا كده خلصت الخصلة التانية. هقفل برضو بمنزلقة في الغرزة اللي بعدها، وهشتغل بقى دلوقتي 3 خصلات من اول الخصلة التالتة لحد ما اوصل للخصلة الخامسة بنفس الطريقة اللي هو هرتفع 11 سلسلة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. افوت سلسلة وادخل في اللي بعدها واعمل 10 غرز حشو. تمام. هخلص بقى لحد ما اوصل للخصلة الخامسة، وارجع لك في الخصلة السادسة. تمام. تمام كده خلاص انا خلصت الخصلة الخامسة، وهشتغل دلوقتي معاكم الخصلة السادسة. فهرتفع دلوقتي ب23 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 سلسلة. هفوت أول سلسلة وهشتغل من أول السلسلة التانية 10 غرز منزلقة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ال10 منزلقة هشتغل 11 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12. بعتذر منكم، انا قلت 11 غرزة بس هما طلعوا 12 غرزة حشو. ماشي. يعني خلصت ال10 منزلقة وبعد كده 12 غرزة حشو. دلوقتي بقى هنشتغل. هعمل زي ما متعودين، بعد ما بنخلص الخصلة بندخل في اللي بعدها، في الغرزة اللي بعدها، وبنعمل منزلقة. تمام. انا هشتغل اهي اول غرزة منزلقة في الغرزة اللي بعدها. تمام. مش هشتغل بقى دلوقتي سلاسل، لا، هدخل في الغرزة اللي بعدها برضو وهعمل غرزة منزلقة. تمام. يبقى انا بعد ما اشتغلت الخصلة السادسة اشتغلت 2 منزلقة. بعد كده هرتفع ب20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 سلسلة. افوت اول سلسلة وادخل في التانية، هعمل غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 18 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 غرزة حشو. تمام. زي ما عملت في الخصلة دي ان انا اشتغلت 2 منزلقة، هدخل برضو اشتغل غرزتين منزلقة، مش غرزة واحدة بس. دي كده اول غرزة منزلقة، مش هرتفع بسلاسل، هرتفع بسلاسل في المنزلقة التانية. تمام. في المنزلقة التانية هنرتفع بقى دلوقتي بنفس عدد السلاسل اللي احنا ارتفعنا بيها في الخصلة السبعة، اللي هم 20 خصلة، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خلي بالك دي الخصلة التامنة. هنعمل الخصلة التامنة زي ما عملنا الخصلة السبعة، وهنعمل برضو الخصلة التسعة والعشرة زي ما عملنا الخصلة السبعة، اللي هو بعد ما اخلص ال18 غرزة حشو هنزل في غرزتين، هعمل 2 منزلقة، وفي المنزلقة التانية برتفع ل20 سلسلة وبفوت سلسلة واعمل منزلقة، وبعد كده 18 غرزة حشو لحد ما اخلص واوصل للخصلة العشرة. تمام. انا هخلص بقى الخصلتين او التلاتة الباقيين معايا وارجع لك تاني ان شاء الله. كده خلاص خلصت الخصلات اللي انا قلتلك عليهم، اللي هم وصلت كده للخصلة العشرة اللي احنا اشتغلناها في الحلقة الأمامية. تمام. وعملت بعد الخصلة العشرة غرزتين منزلقة. تمام. بعد كده بقى هرتفع بسلسلة للتأمين وأقص الخيط، وكده يبقى خلصت الشعر عندي. تمام. هنفرده بقى دلوقتي مع بعض لما هنيجي نشبكه في الرأس. تمام. هنشتغل بقى دلوقتي الجزمة بتاعة العروسة. فأول حاجة هعمل عقدة بداية، بعد كده هرتفع ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هفوت سلسلة وادخل في السلسلة التانية من الظهر، هعمل 3 غرز حشو. دي كده أول سلسلة اشتغلت عليها أول غرزة حشو. هشتغل في السلسلة التانية تاني غرزة حشو، والسلسلة التالتة تالت غرزة حشو. هيتبقى معايا هنا آخر سلسلة هشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس المكان. تمام. هدخل كده في آخر سلسلة هشتغل أول غرزة حشو، تاني غرزة حشو في نفس المكان اللي هي آخر سلسلة، تالت غرزة حشو في نفس المكان. تمام. بعد كده هشتغل على الجزء اللي قدامي ده، هلاقي الشغل لف معايا، هشتغل تحت الغرزتين اللي قدامي فوق كل غرزة غرزة حشو.
بعد ال3 حشو في آخر سلسلة هشتغل غرزتين حشو على السلسلتين اللي بعد كده. تمام، وصلت هنا لآخر سلسلة هشتغل فيها غرزة تزايد. كده السطر الأول انتهى معايا ب10 غرز. تمام، هقفل بقى السلسلة عندي في أول غرزة حشو، وهشتغل بقى السطر التاني. هرتفع قبل ما اشتغل بالسطر التاني هرتفع بسلسلة، وهشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه بسلسلة غرزة تزايد. بعد التزايد هشتغل غرزتين حشو، 1 2 بعد ال2 حشو هشتغل 3 غرز تزايد نص عمود. وصلت هنا للدوران فهشتغل 3 غرز تزايد نص عمود. كده اشتغلت غرزتين تزايد أو غرزتين نص عمود في نفس المكان. كده دي أول غرزة تزايد. تاني غرزة تزايد نص عمود. تالت غرزة تزايد نص عمود. بعد كده هرجع اشتغل غرزتين حشو ورا بعض، 1 2. بعد ال2 حشو هشتغل غرزتين تزايد حشو. تمام، دي كده أول غرزة تزايد بس اشتغلتها حشو، واللي بعدها تزايد برضو حشو. تمام، دي كده غرزة المنزلقة وده ارتفاع السلسلة، ودي أول غرزة حشو هقفل فيها بمنزلقة. وكده السطر التاني انتهى معايا ب16 غرزة. تمام، هرتفع بقى دلوقتي للسطر التالت بسلسلة، وهشتغل السطر التالت سطر ثبات بس هشتغله في الحلقة الخلفية. هشتغل 16 غرزة حشو هشتغلهم في الباك لوب. تمام، دلوقتي هقفل السطر التالت بمنزلقة في أول غرزة احنا اشتغلناها. تمام، وبعد كده هرتفع للسطر الرابع بسلسلة وهشتغل أول 6 غرز في حشو، 1 2 3 4 5 6. بعد 6 حشو هشتغل غرزة تناقص. بعد التناقص هشتغل 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. خلي بالك أنا اشتغلت السطر الرابع ده تحت الحلقتين عادي. تمام، كده السطر الرابع انتهى معايا ب15 غرزة. هقفل السطر بمنزلقة في أول غرزة حشو، وهرتفع للسطر الخامس بسلسلة، وهشتغل أول 5 غرز في حشو، 1 2 3 4 5. بعد ال5 حشو هشتغل غرزتين تناقص. أول غرزة، تاني غرزة تناقص. بعد كده هشتغل 4 غرز حشو،
1 2 3 4. بعد ال4 حشو هشتغل آخر غرزة تناقص عندي، وكده السطر الخامس انتهى معايا ب12 غرزة. بعد كده هقفل السطر بمنزلقة وارتفع بسلسلة للتأمين وافصل الخيط. وكده خلصنا الجزمة معانا، وعملت واحدة تانية بنفس الشكل وبنفس العدد. تمام. هنيجي بقى دلوقتي نقفل السلوبيت مع بعض. انا لبستها التيشيرت العروسة ولبستها دلوقتي سلوبيت عشان نقفله مع بعض. نجيب كده الحزام بتاع السلوبيت وهدخل في اول غرزة واشده كده جامد، بالشكل ده. هبدأ بقى اروح واجي عليه كذا مرة عشان يثبت معايا. تمام. هعمل برضو الجزء التاني بنفس الطريقة. هنعمل بقى دلوقتي الفيونكة اللي هنحطها في شعر العروسة. أول حاجة هعمل عقدة بداية، هرتفع بعد كده ب13 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سلسلة. بعد كده هفوت سلسلتين، 1 2، والف الشغل وهدخل في ظهر الشغل واعمل غرز عواميد بلف. فوق كل سلسلة هشتغل غرزة عمود بلف. تمام. كده ده رابع عمود بلفة، خامس عمود بلفة، سادس عمود بلفة، سابع عمود بلفة، تامن عمود بلفة، تاسع عمود بلفة، ده كده 10 عمود بلفة، وده آخر عمود بلفة اللي هو رقم 11. تمام. بعد كده هشتغل دلوقتي أدوار ثبات من أول السطر التاني لحد السطر الرابع. تمام. هرتفع بس أول حاجة بسلسلتين، وبعد كده هشتغل فوق كل عمود بلفة. تمام. السلاسل دي بارتفاع هعتبرها برضو من ضمن مجموع العواميد، فكده هيعتبر كل دور هينتهي معايا بال12 عمود. تمام. نخلص بقى السطر التاني والتالت والرابع بنفس الطريقة وارجع لك تاني. كده بعد ما خلصت الفيونكة، بعد كده هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الشغل عندي وهشتغل غرز منزلقة. هرتفع كده 1 2 3، وهشتغل فوق كل غرزة منزلقة.
وصلت هنا بقى للدوران، برضو هشتغل كده على القطعة كلها داير ما يدور. تمام، فهدخل كده في نهاية وبداية كل سطر وهعمل غرز منزلقة، ارتفع بس بثلاث سلاسل، وهدخل قصاد كل غرزة أو كل بداية سطر ونهاية سطر وأعمل غرزة منزلقة. هخلص بقى كده القطعة عندي كلها وارجع لكم تاني. هنيجي بقى دلوقتي نشبك الشعر بتاع العروسة بمسدس الشمع. تمام، عايزة تشبكيه بالخيط طبعا براحتك، مفيش أي مشكلة. بس في ملحوظة عندي في الشعر عشان بس تبقي ماشية مظبوط زي ما أنا عملت. هو خد بس مني وقت عقبال ما فردته وإن أنا ظبطته بالدبابيس كده. فمعلش إن أنا ما عملتوش معاكم قدام الكاميرا، بس هو سهل يعني ما فيهوش أي حاجة. هي بس الملحوظة إن إحنا كنا اشتغلنا 3 خصلات. كانت كل خصلة فيهم بدأنا نشتغل عليها ب35 سلسلة. تمام، ال3 خصلات دول أنا عملتهم ضفيرة زي ما انت شايفة، حطيتهم ورا الودن على طول. وبعد كده ده الجزء القداماني اللي هو القصة، نفس الكلام عملت هنا. بصي يعني حتى هتلاقي الخصلات لوحدها وهم دول الطوال شوية. تمام، غير كده الباقي كله في مستوى الراس نفسها. فدي بس الملحوظة اللي أنا حبيت أوريها لك علشان لما تيجي تثبتي الشعر ما تتلخبطيش. بس وهنا بقى مكان القصة فباين يعني، وحطيت هنا العيون دي الستيكر. العيون ديت لزقتها في السطر ال12. هي بسيطة خالص، لا بتحتاج لا قوه ولا بتحتاج مسدس شمع ولا حاجة. تمام. هنيجي بقى دلوقتي نثبت بقى الخصلات مع بعضنا واحدة واحدة خالص. نجيب كده مسدس الشمع. تمام، هثبت بقى الشعر بمسدس الشمع واحدة واحدة كده. بصي أنا فردته الأول خالص بالراحة، وبعد كده بقى إيه دبسته بالدبابيس. هكمل بقى كده تثبيت الشعر. تمام، بس عشان ما اطولش معاكم الفيديو، خصلة خصلة لوحدها كده بمسدس الشمع. تمام كده، خلاص خلصت الفيونكة معايا، وده كده شكلها بعد ما فنشتها وقطعت الخيط بتاعها. بعد ما عملنا 3 سلاسل ومنزلقة في كل غرزة احنا اشتغلناها داير ما يدور الفيونكة كلها. تمام. دلوقتي بقى انا عملت برضو 60 سلسلة عشان لما هنيجي نربطها في راس العروسة. تمام، هحاول بقى ان انا دلوقتي اوسطن الخيط ده على اساس يبقى مظبوط معايا. وهجيب قطعة من الخيط عندي بالشكل ده واحطها كده.
تمام. وده كده شكل العروسة بعد ما فنشناها وركبنا لها بقى اللبس بتاعها وطرزنا وشبكنا الشعر وظبطنا الفيونكة بالشكل ده. وده كده ظهرها. تمام. وركبنا لها الشوز او الجزمة بتاعتها، وركبت لها العيون الستيكر. تقدري طبعا تركبي لها العيون السيفتي او اللولي، بيت العيون في السطر ال 12. تمام. تقدري بقى تحطي لها بلاشر اي حاجه على حسب ذوقك، او حاسه ان انت عايزه تطرزي لها حاجه هنا بسيطه في السلوبيت، عادي برضو براحتك. تمام. اتمنى بقى ان شاء الله ان كان شغل العروسه ده كان سهل وبسيط، وهستنى بقى رايكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناه. مع السلامه.